ونيجي في الاخر نروح جلسات نفسية ونشتكي ونقول انا مضغوطة، واول ما اقول لها مالك تقولي مش قادرة، مش طايقة نفسي، مش طايقة البيت، مش طايقة العيال، مش طايقة الشغل، مش عارفة اعمل حاجة، انا خلاص جبت اخري. فليه؟ عشان السبب الاساسي اني مش عارف احب نفسي كفاية. ليه؟ عشان مش عارف ادي لنفسي اللي انا مستني اخده من بره، مش عارف اوفر 10 دقايق اعمل فيها حاجة بحبها لنفسي. وده اللي بيخليكي بتضيقيها على نفسك وتوسعيها على اللي حواليكي في احتياجاتهم كلها، وتيجي عند نفسك وتقولي اصلا مفيش وقت. في حين ان انتي لو نويتي النهارده تحطي نية جديدة ما بين قوسين اسمها انا قررت احب نفسي، انا قررت اشوف نفسي، انا قررت ابسط نفسي، انا قررت اعلي استحقاقي بنفسي، صدقيني ال10 دقايق اللي مكنتيش لاقياهم هتلاقيهم بقوا ساعة ونص وساعتين و3. تخيل نفسك كده انت حاشر نفسك في صندوق او بوكس لمدة زمنية وليكن 2-3 وصدقت ان انت مش عارف تطلع منه، صدقت ان لازم حد يجي من بره هو اللي يمسك ايدك ويشد عشان تعرف تتسند عليه وتقوم. ايه اللي هيحصل؟ ساعتين الانتظار اللي انت مستنيهم هيبقوا 3 و4 و5 و24 ويومين و3 و4 عشان انا صدقت عقلي وحكمت على الواقع بتاعي ان هو ده امكانياتي، هي دي حدودي، هي دي قدراتي. فبقيت ماشي بعادة جديدة بتقول ان هو ده انا، ونايم على العادة دي سنين ومفكر ان انا ما عنديش قدرات، مفكر ان انا ما عنديش امكانيات، مفكر ان انا ما عنديش حدود غير دي. فالسبب الحقيقي هو ان انا صدقت عن نفسي حاجات من اللاشيء. فقومي وقوم اتحركي واعملي حاجة بتحبيها وادي لنفسك، عشان لو ما اديتيش لنفسك مش هتلاقي حاجة تديها للناس اللي حواليكي. ونيجي في